محاصرة وجماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية وارتكاب أكبر جريمة قانونية في التاريخ الحديث، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وارتكاب كل أنواع البلطجة. هم اللي استدعوا العنف الآن، ما يجوش دلوقتي يعيطوا ويقولوا لماذا يوجد عنف في الشارع ومن الذي يسير هذا العنف. الذي سير هذا العنف أنتم عندما ارتكبتم جرائم في حق الشعب المصري. طيب حدثني عن ملف الأمن وابتدي بيه ملف كده، من يدير هذه الملفات؟ حقيقة ماليش علاقة بالناس اللي بتظهر على شاشات التلفزيون من المسؤولين أو الوزراء أو يعني خلافه، دول واجهه والناس بقت عارفه انهم واجهه. عايز اعرف مين اللي بيدير هذه الملفات من مكتب الارشاد. على راس هذه الملفات هو الملف الامني، وما اثير مؤخرا في الصحف الاجنبيه انه دكتور محمد البلتاجي موكل اليه هيكله الشرطه، وده كمان خلى الناس تقول اما انه اللي بيحصل ده فعل او يعني مدبر من قبل الشرطه ارضاء لجماعه الاخوان المسلمين، وزير عايز يرضي النظام الجديد وبالتالي بيعملوا اللي بيعملوه، يا اما هم نفسهم الاخوان بيورطوا الداخليه علشان الناس تقول لك احنا مش عايزين الشرطه مش عايزين الشرطه، فيبدا هو يطرح بقى ايه ملف الهيكله ويقول طب انا بقى هحسن الشرطه وهعيد هيكله هذا الملف، فيتم بقى ضخ مجموعات من الاخوان المسلمين او الجماعات الاسلاميه، وكل الكلام ده بنسمعه طول الوقت وهو بينشر. حقيقه هيكله جهاز الشرطه وضخ عناصر من الاخوان، وحقيقه كمان انه دكتور محمد البلتاجي هل هو مسؤول ملف الامن ولا لا؟ لا، الدكتور محمد البلتاجي مش مسؤول ملف الامن. الدكتور محمد البلتاجي تابع للمسؤول عن ملف الامن، يعني المساعد بتاعه. المساعد بتاعه. مين بقى المسؤول؟ خيرت الشاطر طبعا. خيرت هو الشاطر. الذي يقوم بغربله جهاز الامن علشان القيادات اللي تكون موجوده تكون تابعه لجماعه الاخوان. جماعه يكون ولائها، قيادات الشرطه تكون ولائها لجماعه الاخوان المسلمين. ومحمد البلتاجي هو ايده في هذا الامر، وهو الذي وضعه في لجنه الدفاع والامن القومي في مجلس الشعب الذي تم حله. وكان دوره هو ايه علاقه البلتاجي بالدفاع والامن القومي؟ طبيب. ايه دوره يعني، وايه قصته مع الدفاع والامن القومي؟ يعني هو الى هذه الدرجه يعني رجل بارع في هذا المضمار، ويعرف ما هو متعلق بالامن القومي وما يتعلق بالشرطه وما يتعلق بالقوات المسلحه والجيش والكلام ده. هل هو من الدارسين الاستراتيجيين لهذه القصه؟ هو لا علاقه له بالموضوع من قريب او بعيد، هو رجل تنظيمي ورجل جماعه، وهو ينفذ ما يؤمر به. فانت باعتبار ان انت احتكيت يا محمد يا بلتاجي وخيرت الشاطر بكثير من قيادات الشرطه اثناء حكم مبارك، وكان في استدعاءات دائما لكم، فتعرفون من الذي كان يقف موقف ضدكم على طول الخط ومن الذي كان يهادن معكم ويتفق معكم في السر، يبقى خيرت الشر ويصدر محمد البلتاجي للقيام بهذا الدور. وقد كشف الصحفي إريك الأمريكي هذا الأمر، وكان شكل محمد البلتاجي في منتهى السوء، وهو لم يكن يستطيع ولا يستطيع أن يرد عليه على الإطلاق. وكان بيذهب يعني الذي شاهد الحوار الذي تم بينهما كان يرى أن البلتاجي يذهب إلى موضوعات أخرى فرعية، وفي حين أن الرجل الآخر كان واضحا ومحددا. فهذا الأمر أنا بقول لك، وأنت قلتي من ضمن الأسرار، لا أنا أقول لك أسرار أخرى. إحنا عايزين نعرف بقى العلاقة ما بين الشرطة والإخوان المسلمين في زمن مبارك. في زمن مبارك كان النظام الأمني بيأخذ سياسة اسمها التوسع في الشبهات. يعني لو واحد من الإخوان المسلمين وله قريب حتى درجة رابعة، ده لا يدخل كلية الشرطة ولا يدخل النيابة العامة ولا يدخل النيابة الإدارية ولا يروح مجلس الدولة وتتكتب عنه تقارير، لأنه قريب درجة رابعة لأحد أفراد من الإخوان المسلمين. إيه رأيك إن في ظل تلك السطوة بتاعة نظام مبارك يجي واحد من قيادات الإخوان الكبار قوي المعروفين قوي، بنته تتعين في النيابة الإدارية وتكتب تقارير الأمن عنها، تقارير جيدة إن يسمح بأنها تعمل في النيابة زي الإدارية. مين يعني؟ قول لي أسماء. محمد طسن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وبنته تتعين في زمن بتقارير وتحريات من المباحث في صالحها، انه انا بقول من حقها، كان من حقها تشتغل طالما هي لكنه قيادي من لكن تم استثناءه ليه؟ يقول لي بقى الاخ محمد طسن اللي كان ضابط مباحث اصلا،
اللي كان ضابط مباحث. تقول لي ليه استثنت وليه فرح بنتك اللي تم في احد دور القوات المسلحه في زمن مبارك تحضر كل قيادات الشرطه الكبيره، تحضر في الفرح مع قيادات الاخوان المسلمين. قول لي ليه ابنك في زمن مبارك ايضا اللي انت جوزته في نادي الشرطه اللي في الجزيره من 3 ايام، ليه ابنك اشتغل في النيابه في زمن مبارك وقبل، واللي عينه في النيابه كان عبد المجيد محمود النائب العام السابق. وبأي مناسبة يعني أنا من حقه، أنا بقول إن من حقه يتعين طالما الولد شاطر وكويس، لكن كان معروف لكل الناس إنه اللي فعلا زي ما حضرتك بتقول عنده قريب بالدرجة 10 إخوان ممنوع وممنوع. فليه يستثنى واحد زي أبناء هذا القيادي تفسير حضرتك الكبير؟ تفسيري إن كان في علاقات وصفقات كانت تتم. يعني المسألة التي قيلت عن أن نظام مبارك كان يضطهد اضطهادا كبيرا الإخوان المسلمين، احنا لازم نعيد تحرير المسألة مرة ثانية ونتكلم فيها ونشوف هل كان بالفعل نظام مبارك يضطهد جماعة الإخوان المسلمين وكان بيسمح للقوى السياسية الأخرى بالعمل؟ الذي كان يسمح له بالعمل حقيقة هم أفراد جماعة الإخوان المسلمين. يجوا يقولوا لنا احنا كان علينا، انتوا اتقبض عليكم عشان قضايا ايه بالظبط؟ قولوا لنا. عشان قضايا الوطن؟ يعني لما طلع قانون للزراعة وقانون